حصريا يا جماعه كفته الرز المحمره او بالصلصه ومن غير خضره، وهتطلع معاكي استك. تعالوا اقول لكم عملتها ازاي في البيت بطريقه مضمونه. لحمه مفرومه، رز مطحون، وكمان مكرونه مرمريه صغيره، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره وبصل وفلفل احمر حامي اللي هو بتاع الهريسه، وطبعا الثوم المفروم اوعوا تنسوه. بجيب الكبه بتاعتنا وزي ما انتم شايفين كده بطحنه كويس جدا الفلفل مع البصل، وزي ما انتم شايفين انا عامله ما شاء الله الله اكبر، عامله 5 كيلو لحمه مفرومه علشان الكميه بتاعتنا انا بقسمها بصراحه وبحطها في الفريزر. فرمت البصل وفرمت الفلفل ورجعت بعد كده نزلت عليها اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه دي واخده وش واحد مش وشين عشان لسه هديها وش كمان مع العجنه. ابدا بعد كده اعجنهم مع بعض وابدا اجيب الخلاط بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك اللي بيطحن الزلط. طحنت فيه المكرونه زي ما انتم شايفين كده بتتطحن بتكه زرار واحده. تكه الزرار الواحده دي طحنت لي المكرونه بودر بالشكل ده كده. طبعا انا زي ما قلت لكم عامله كميه، فهبدا ان انا اقول لكم دلوقتي بناخد قد ايه على الكيلو. طحنت كمان الرز دوت مش منقوع ولا مغسول ولا اي حاجه. انا كل اللي عملته ان انا خدته من الكيس طحنته في الكبه بتاعه الخلاط بتاعي وبقى بودر بالشكل ده. كيلو الرز يا حبايبي بياخد كوبايتين رز مطحون مع نص كوبايه مكرونه. نطحن الاول وبعد كده نعير. كيلو اللحمه المفرومه بياخد كوبايتين من الرز المطحون ومعاه نص كوبايه مكرونه. ارجع بعد كده احط عليهم التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره ناشفه، وبعمل ده كله مع بعضه ادعكه مع بعضه كويس كده علشان اشرب اللحمه والخلطه اللي احنا حطيناها من الرز والمكرونه. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ ارجع بعد كده احط عليه الثوم المفروم واقلب ده كله مع بعض، واكون محضره الكبه بتاعتنا. ده كده لسه ما عملناش الكفته، لا بصوا بقى الشكل بتاعها عامل ازاي. ارجع بعد كده اديها الوش التاني للحمه في الكبه بتاعتنا وابدا ان انا الفها بالمنظر ده. مجرد ما تتكون كلها في جنب واحد معنى كده ان هي مش عايزه لف تاني. دهنه الزيت البسيطه يطلع معايا صباع الكفته ما شاء الله اللهم بارك. تحمريها وتفرزيها في الصلصه وتحطيها، وصحتين وعافيه على قلبك. يبقى احنا اللي عملنا كفته الرز من غير خضره.